لوكا زيدان للحديث عن هذا الفوز. فيليسيتاسيون لوكا بور تهانينا هذا الفوز الجميل وهذه الأجواء الرائعة، وأداؤك أيضا كان ممتازا. ماذا تستطيع أن تقول لنا بعد هذا الانتصار الجيد؟ نحن سعداء لكوننا بدأنا البطولة بفوز 3-0. هذا شيء جيد للمستقبل. من المهم أن نبدأ بانتصار جيد. كان الأداء ممتاز والجمهور راض. في رأيك كيف عشت هذه الأمسية؟ أنا سعيد على غرار الآخرين، والمهم أننا قمنا بعملنا، وأرجو أن يكون الجمهور الجزائري قد استمتع بذلك، وعلينا أن نستمر ونستعد للمباراة القادمة. أنت جديد في هذا المنتخب والاندماج جيد، فكيف تشعر؟ المهم هو المجموعة. قدمنا مباراة جيدة وننتظر، وخاصة في الشوط الثاني، وسعداء بأننا فزنا بالنقاط الثلاث. هذا هو المهم. أبوك كان في المدرجات، ماذا يقول لك من هذه الناحية؟ ليس فقط بأبي ولكن الأسرة هم هنا ليدعمونني. آملوا مثل الجزائريين أن يكونوا سعداء. شكرا. عودة إليكم. طيب، رياض محرز أحرز هدفين الآن مع منتخب الجزائر، حقق المطلوب مع منتخب الجزائر في اللقاء الأول في الجولة الأولى من هذه المجموعة الخامسة. أهلا بحضراتكم من جديد. هدف ما زال أصغر سنا في منتخب الجزائر، كما نشاهد فرحة الجماهير الجزائرية في العاصمة الجزائر تحديدا في باب الواد، مع فرحة كبيرة مع هذا الانتصار المهم لبيتكوفيتش ومنتخب الجزائر ب3 أهداف دون مقابل. نستمر في الحديث مشاهدينا الأعزاء عن هذا اللقاء المهم لمنتخب الجزائر مع الانتصار المهم الذي حققه منتخب الجزائر. كابتن هيثم مصطفى، حظ أوفر، خسارة قد تكون في مستهل المشوار قاسية على المنتخب السوداني أمام منتخب متمرس على مستوى هذه البطولات. صحيح بأن آخر بطولتين لم يحقق المطلوب، لكن دائما يكون قوي بمعظم اللاعبين خصوصا على المستوى الاحترافي. ومنتخب السودان أيضا من جانب آخر قد يكون مبشر بأنه حاول على مستوى التسجيل على مرمى منتخب الجزائر. عبد العزيز، تعرف المشكلة الكبيرة في المنتخب السوداني إنه قبل ما نتكلم عن المنتخب السوداني نبارك لأخواننا في الجزائر. مبروك، فوز مستحق، أداء ونتيجة، وإن شاء الله مزيد من التوفيق ويكسبوا المباراتين، مساعدة لنا إنه نقدر ننقذ ما يمكن إنقاذه. اللاعب والعقلية الذهنية لما تكون مركزة في أشياء خارج الملعب بتأثر في أداءك داخل الملعب. فأعتقد إنه المعسكر المنتخب كان فيه إشكاليات واضحة قبل المباراة، والقائمين على الأمر في السودان أمر الرياضة معلومة بالنسبة لهم. لكن يقال بأن منتخب السودان غادر من الدوحة مباشرة إلى المغرب. بالتأكيد حتى وصلت البعثة قبل توقيت أنا الوصول. بتكلم عن إشكاليات داخل المعسكر المنتخب. في إشكاليات معينة أنا ينبغي كان للاعبين في رأيي إنه هم يتحملوا المسؤولية، هم أول من يتحمل مسؤولية ما حدث اليوم، لأنه أنت كلاعب ما وجدت من محبة، ووجدت من جماهير، ما وجدت من إحساس، ما وجدت من تشجيع في أول دقائق المباراة تتقبل هدف وأنت خارج أصلا إطار المباراة، ذاهب إنك أنت تلعب في بطولة كبيرة مثل هذا البطولة. الأفضل إنك أنت ما تكون تتشرف إنك تنال شعار المنتخب الوطني اللي هو الآن الوطن في جراح، محتاج لرجال لاعبين يقاتلوا من أجل هذا الشعار. في كثير من الأوقات أنا كنت بقيف مع هؤلاء اللاعبين لأنه كانوا بيأدوا في ظروف صعبة جدا، لكن لما تستغل الظرف الموضوع فيه المنتخب بشكل عام والموضوع في السودان وتضغط على اللاعبين، تضغط على إدارة الاتحاد، تضغط على المسؤولين في توقيت حساس، يبقى أنت ما تستحق تنال شرف تمثيل المنتخب. ده المهم. الأهم تكتيكيا داخل المباراة، أنا ما ممكن ألعب ضد الجزائر مهما أكون متفائل. ما ممكن ألعب ضد الجزائر. سأعود إليك كابتن هيثم. دعونا مشاهدينا الأعزاء نذكر بهذا الاستوديو الخاص للقاء كوت ديفوار ومنتخب الموزمبيق، حيث يتواجد الزميل أحمد فؤاد في قيادة هذا الاستوديو مع نجم الكرة التونسية سابقا
حاتم الطرابلسي، ونجم الكرة الجزائرية أيضا رفيق صيفي، ونجم الكرة المغربية كابتن عزيز بن نيج. سيكون هذا الاستوديو على لقاء كوت ديفوار وموزمبيق في اللقاء الافتتاحي لكلا المنتخبين، حيث سيكون هذا اللقاء في الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في تغطية خاصة لبي إن سبورتس على معظم وجميع اللقاءات في استوديوهات مختلفة. كابتن، تحدثت عن بأن كان من الممكن التعامل مع المباراة بشكل أفضل مما كان. أكيد، يعني أنا ما ممكن بالإمكانيات والكواليتي الموجود عند الجزائر، لاعبين أصحاب مهارة، لاعبين بيلعبوا في أعلى المستويات، إمكانيات كبيرة، سرعات، مراوغة، إنه أنا ألعب بدفاع متقدم وأترك مساحة يعني كبيرة خلف المدافعين، المساحة يقدروا يتحركوا فيها اللاعبين، أساعدهم في إنه يصلوا للمرمى بسهولة، أفرغ وسط الميدان. يعني لو لاحظت الهدف، طريقة الدفاع، شوف الزيادة العددية وين، توقيت المدافعين، وقفة المدافعين، لاعب بيمر داخل الصندوق يعني والعودة متأخرة، فأكيد التنظيم الدفاعي واضح إنه غير جيد، خصوصا إنه الطرف الظهير اليمين في المباريات الجزائر تحديدا المباراة الأولى هو كان مصدر إزعاج للمنتخب، لأنه كان بيلعب فيها بولبينا تحديدا، وهو يعني انفرد أكثر من 3-4 مرات. أنا كمدرب ومحلل أداء بشاهد في المنتخب، أكيد أشوف وين الثغرات الموجودة في دفاعي. ياسر عوض لا يصلح ظهير يمين للمنتخب الوطني، لأنه لديه إمكانيات هجومية جيدة، لديه إمكانيات في وسط الملعب، ممكن تفعله في مكان آخر. خطورتك كلها كانت متوفرة في هذه المباراة إن ياسر عند خروجي، فمن الأفضل تشوف لاعب بيلعب بإمكانيات دفاعية يعني يكون متواجد في الخلف. كل التمريرة الثانية من نفس المكان وفي نفس الزيادة العددية احرز فينا الهدف من نفس المكان. الصيد اليمين لنا اتلعبت في زيادة العددية 2-1 في غلب الدفاع، هدف بنفس الطريقة. أنا أعتقد إنه المدرب البلوك العمل بلوك في وسط الملعب ساعد لاعبين منتخب الجزائر مهاجمينه في إنه يوصلوا لمرمانا بكل سهولة، وممكن كان يتعرض لهزيمة كبيرة. أنا أعتقد إنه نستفيد من هذه المباراة استفادة كبيرة. الهزيمة ليست نهاية المطاف، في مباراتين إذا نحن حققنا أي فوز ممكن نتأهل للمرحلة القادمة، لأنه ممكن يعني في أفضل 4 من في افضل الروابع ممكن تكون الثاني المجموعه اذا كسبت المباراتين. هناك فرص، يعني هناك فرص، في فرص. كابتن، انت حللت المباراه بكملها، واحنا نحتاجك يعني في التحليل، يعني مزيد من التحليل على هذا اللقاء. كابتن احمد، ما حدث يعني لربما قد يكون متوقع بشكل كبير أن تدخل الجزائر بهذا الشكل بهذه القوة، خصوصا مع تعطش الجماهير الجزائرية للانتصار. 3 أهداف دون مقابل، رياض محرز هو نجم المباراة. متوقع عبد العزيز ومستحق بالنسبه للجزائر، امكانيات الفنيه وكل امكانيات لصالح الجزائر من بدايه المباراه. يمكن بداوا المباراه بشكل ممتاز، الهدف الاول عن طريق محرز اداهم ثقه كبيره جدا. يمكن المنتخب السوداني حاول ان هو يرجع المباراه من خلال بعض الفرص الانفراديه اللي اتوا للمنتخب السوداني، ولكن تعامل معهم لوكا زيدان اللي انا بشوف ان هو ادى مباراه ممتازه لقله الفرص للمنتخب السوداني، ولكن تعامل معها بشكل ممتاز، خاصه الانفراد في الشوط الاول اداله ثقه كبيره جدا ودخله في المباراه بشكل ممتاز. لكن الشوط الثاني بعد الطرد اللي حصل للمنتخب السوداني، منتخب الجزائر قدر ان هو يستحوذ اكتر، قدر ان هو يصنع فرص اكتر. شوف عموري النهارده كان من افضل اللاعبين في المباراه، لاعب رائع. عبد العزيز قادر على صناعه الفارق في اي مباراه، هو كان النجم الاول للمباراه. يمكن محرز احرز هدفين، ولكن كان لاعب ممتاز خاصه على الجناح الايسر. تغييرات كمان بالنسبه للمدرب، عنده بعض اللاعبين من دكه البدلاء ان هم يقدروا ينزلوا يصنعوا الفارق، فده مميز بالنسبه للمدرب ان يكون عندك سكواد ديبت، عندك وفره كبيره من اللاعبين، لعل ان يكون في اصابات في المستقبل او حالات وقف او طرد، فاكيد لازم يكون البدلاء جاهزين. فكانت فرصه النهارده للمدرب ان هو يدفع ببعض العناصر في مباراه زي ديت. فانا اشوف ان منتخب الجزائر استحق الفوز. منتخب السودان يمكن دخل المباراه شويه تكتيكيا في الحته التكتيكيه، ان هو لعب مغامر شويه، لعب هاي لاين وفتح المساحه بشكل كبير جدا للاعيبه زي لعيبه الجزائر، خاصه ان هم عندهم المهاره الفنيه عاليه جدا. فانا اشوف ان هو اخطا مدرب السودان في الحته ديت، ولكن مبروك لكابتن رفيق منتخب الجزائر وهارد لك للكابتن هيثم.